أهلا بيكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامج نقطة التحول. وفي حلقة اليوم احنا هنتكلم على الانتكاسة أو الأسباب اللي تؤدي إلى الانتكاسة. ويا ريت نتذكر إن مرض الإدمان هو مرض انتكاسي بطبعه، بس الانتكاسة ما بتكونش آخر المطاف ولكنها فرصة للتعلم، وهي دايما بتكون جزء من رحلة التعافي لدى بعض المدمنين. وكمان الانتكاسة ما بتكونش اللي هي تعاطي المخدرات بس، ممكن يكون في انتكاسة أخرى وهي العودة لبعض الأساليب الإدمانية اللي كانت في حياة المدمن. وطبعا الانتكاسة ما بتجيش بين يوم وليلة، لكن ليها عدة أسباب، ودي اللي احنا هنتكلم فيها في حلقة اليوم. أول حاجة معانا وهي تراكم ضغوط، ومش بالضرورة تكون ضغوط سلبية بس، ممكن تكون ضغوط إيجابية المدمن مش قادر يتحملها. ومن بعض الضغوط السلبية اللي هي تراكم العمل عليه، مشاكل في التعلم، مشاكل مع زوجته إذا كان متزوج، وسبب تراكمها إن هو ما بيبقاش قادر يتعامل مع هذه الضغوط. تاني حاجة معانا اللي هي المبالغة العاطفية. دايما المدمن بتكون ردة فعله أو مشاعره بزيادة على كل حاجة في حياته، وبيكون عنده رد فعل عالي جدا نتيجة هذه الضغوط المتراكمة. المرحلة الثالثة وهي الإنكار، بيبتدي يرجع تاني للإنكار، بمعنى اللي هو بيبقى خايف يتكلم على المشاكل اللي هي بتواجهه أو الضغوط اللي هي بتواجهه، وعنده خوف عن منظر اللي هو يتكلم في الحاجات دي، خوفا من اللي هو يفقد استحسان الآخرين ليه، وبيبتدي يقول لنفسه كل حاجة زي الفل. وعلشان كده بنقول الإنكار بيبتدي يرجع يشتغل مع المدمن تاني. رابع حاجة معانا وهي الإخفاق في الحصول على المساندة والدعم، وده معناه ان هو ما بيتكلمش في الضغوط اللي عنده، وبطل يحضر اجتماعات، وبطل يتكلم مع الناس اللي هو يعرفها، وبطل يحضر الجلسات الفردية، وما بيبقاش عنده اي حد اللي هو يتكلم معاه. وده بينقله للمرحلة اللي بعد كده وهي الكذب الصغير. بيبتدي يختلق لنفسه اعذار علشان ما يحضرش الاجتماعات، وبيبتدي يختلق لنفسه اعذار عشان ما يحضرش الجلسات الفردية. وما بيعمل كده بيفقد شيئين مهمين جدا في عملية التعافي، وهي الصدق والأمانة، لأنه علشان يفضل مبطل لازم يكون صادق وأمين، وبالتالي هو بيبتدي يكذب. كذب صغير بيؤدي بعد كده إلى كذب كبير، وده بيدخله في مرحلة بعد كده وهي العزلة. طبعا بسبب اللي هو بيكذب على الناس علشان ما بيحضرش الاجتماعات أو بيحضر الجلسات الفردية، بيبتدي يجيله بعض المشاعر السلبية، وبيبتدي يعزل نفسه بنفسه عن الناس اللي حواليه، وده بينقله لمرحلة أخرى وهي ازدياد المشاكل. طبعا المشاكل اللي كانت عنده في الأول وتراكم الضغوط ما اتحلتش لأنه هو ما اتكلمش فيها، بل بالعكس المشاكل دي بتبتدي تزداد، وبيبتدي يحصل عنده استياء من الوضع اللي هو فيه، وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي. وده بينقله للمرحلة اللي بعد كده وهي عودة اليأس والإحباط وخيبة الأمل. بيبتدي المشاعر السلبية تزداد عنده، بيبتدي يحس بخيبة أمل كبيرة، وبيبتدي يقول لنفسه أنا هفضل لحد كده إزاي؟ أنا عندي مشاعر سلبية، عندي مشاعر خزي بسبب الكذب وبسبب بعده عن الناس، وبسبب اللي هو بدأ يفقد جزء من الأمانة بتاعته. ده بينقله للمرحلة اللي بعد كده واللي احنا بنسميها تخريب الذات. هنا بيكون خلاص المشاعر السلبية ومشاعر الخزي والعار تملكت منه، فبيبتدي يتذكر الأوقات السعيدة اللي كان بيقضيها أيام فترة التعاطي، وده بيخليه ممكن يشرب تاني، بس المرة دي بيشرب مخدر غير اللي هو كان متعود عليه، وبيقول لنفسه المخدر ده مش هيعمل لي مشكلة. وده بيوصله للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التعاطي. طبعا مشاعر اليأس وخيبة الأمل بتبتدي تزداد عنده أكتر وأكتر، وبيبتدي يفقد السيطرة على نفسه، فبالتالي بيروح يشرب المخدر اللي هو كان متعود عليه، وبيقول لنفسه هي مرة واحدة وخلاص. لكن ده بينقله للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الرد الفعل الانهزامي. خلاص بقى بيكون وصل لمرحلة من اليأس وخيبة الأمل عالية جدا، وأوريدي هو شرب المخدر بتاعه، فبيبتدي يرجع يشرب مخدرات مرة أخرى، وده بيوصله للمرحلة الأخيرة وهي الانتكاسة الكاملة، اللي هو هنا في هذه المرحلة بيكون فقد السيطرة التامة على حياته، والمخدرات هي اللي بترجع يعني تستعيد السيطرة على حياته. بيبتدي يشرب مخدرات زي ما كان بيشرب فترة التعاطي، ويمكن بيشرب أكتر مما كان في مرحلة التعاطي، بسبب اللي هو
عنده مشاعر خزي وعار عالية جدا جدا جدا. وبهنا بتنتهي مرحلة الانتكاسة الكاملة. هو فعلا عاد لكل الأساليب الإدمانية اللي كانت في حياته، وعاد للتعاطي مرة أخرى. وفي النهاية أحب أقول لكم إن الانتكاسة دايما ناخدها فرصة للتعلم، ودايما ناخدها فرصة اللي احنا نتعلم منها حاجة جديدة علشان نكمل مرحلة التعافي بتاعتنا. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو أرجو مشاركته مع الآخرين، وانتظرونا في الحلقة القادمة علشان نتكلم إزاي نواجه هذه الانتكاسة. كان معكم وليد خطاب، Addiction Recovery Coach، ونلتقي في الحلقة القادمة.